والله يا أخوة، أقرأ في التاريخ عن امرأة من الخوارج مذهبها غير صحيح، لكن موقفها يعلم الرجال. يقول لها الحجاج، وأنتم تعرفون من هو الحجاج، يقول لها الحجاج: لأحصدنكم حصدا. فماذا تقول له؟ تقول له: أنت تحصد والله يزرع، فانظر أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق. تحصد والله يزرع، فانظر أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق. فلا تستهينوا بمطالبكم، اثبتوا. هذا المكان سيبقى مخلدا في التاريخ، هذا المكان سيبقى مخلدا في التاريخ. كل ذرة تراب فيه ستشهد لكم عند الله، كل ذرة تراب فيه ستشهد لكم عند الله. إذا كانت كربلاء تشهد للحسين والمدينة تشهد لرسول الله، فهذه الأرض ستشهد لكم عند الله، ستشهد لكم عند الله. ستقول: يا رب، شباب في عمر الزهور، أطفال ما بلغوا الاحتلام، رجال تركوا أعمالهم، وموظفون تركوا وظائفهم، وطلاب تركوا قاعات صفوفهم، ما خرجوا لأجل لعبة ولا خرجوا لأجل شهوة، وإنما خرجوا لكي يرضى الله. كلهم شعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. فعلى ما أنتم خائفون؟ أنا والله مطمئن إليكم. اجعلوا شعاركم: إن عشنا سعداء، وإن متنا شهداء. هذا هو الشعار، ولسنا نهدد أحدا، نحن لسنا نهدد أحدا، لكن من لا يؤدي لنا حقوقنا سيعرف من نحن. ثم يا إخوان، بعد أن أدينا أمانتنا أمام الحكومة وقلنا لهم ما يستوقف نظرهم وعقلهم وفكرهم ومسؤوليتهم، نتوجه الآن إلى العالم من حولنا، نتوجه إلى جامعة الدول العربية، نتوجه إلى منظمة التعاون الإسلامي، نتوجه إلى الأمم المتحدة، نتوجه إلى دول عدم الانحياز، نقول لهم: إن قوانينكم ومشاريعكم ودساتيركم تضمن الحقوق للشعوب، فماذا قدمتم لشعب العراق؟ لقد احتل العراق ودمر، والأمريكان دخلوا وأفسدوا ودمروا، فسكتتم، والآن خرج الأمريكان. فهل منكم همسة في أذن حكومة العراق؟ نطلب منكم أن تقولوها، ونحن نقولها وأنتم انقلوها. اهمسوا في أذن المسؤولين العراقيين، قولوا لهم: لن يستقر العراق إلا بالعدل والإنصاف. هذه الجملة فقط، وتحملوا نتائجها. أما أن يقال الكلام وتطوى الصحف، فهذا قد عهدناه عندكم، فلا أنقذ فلسطين ولا أعاد أفغانستان ولا نفع العباد ولا البلاد. يريد موقف. جامعة الدول العربية يا ناس، يا حكومة، هذا شعب نحن مسؤولون عنه. حينما يظلم، فمعنى هذا أن العراق
سيهتز، وإذا اهتز العراق اهتزت الأمة. نعم، إذا اهتز العراق اهتزت الأمة. لا تتصوروا أن عراقكم سهل، لا، هذا العراق هو قلب الأمة، هو قلب الأمة. إذا لم يكن معافا مشافا فالأمة كلها في اعتلال. يا منظمة التعاون الإسلامي، أين تعاونكم؟ ماذا قدمتم لنا؟ يا دول عدم الانحياز، إلى أين انحزتم؟ يا منظمة الأمم المتحدة، أين اتحادكم؟ هذه كلها نفثات في قلبي وفي قلوبكم. اجعلوها دائما في شعاراتكم ليل نهار. لن نغادر المكان حتى يعيش العراق بأمان. هذا هو شعاركم. هذا المكان أو أي مكان آخر هو الذي يمثل مطالبكم. ثم بعد هذا يا إخوان، لا بد أن أقف مع بعض المثبطين، مع بعض الناس الذين تعودوا أن يعيشوا على المواعيد. أقول لهم: هذه الاعتصامات كشفت الشريف من السخيف، أجلكم الله. هذه الاعتصامات كشفت الشريف من السخيف. فمن يقف معنا فالله معه ولن يضيعه، ومن يقف في صف من لا يؤدون لنا حقوقنا سيحاسبهم التاريخ وسنحاسبهم نحن، وستثبت لهم الأجيال أنهم ليسوا برجال. هؤلاء قد يكونون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن نحن أولا نسأل الله لهم أن يصحوا، نسأل الله لهم أن يتخلصوا من هذا الكابوس، كابوس حب الدنيا، كابوس حب الحياة الذي يسيطر عليهم. نسأل الله أن يخلصهم منه. فالتاريخ ذكر أمثالا لهم أصبحوا لعنة للأجيال، يلعنون لأنهم ما وقفوا أيام دعتهم بلادهم إلى المواقف العظيمة. أقول لهم: إن لم يكن منكم لسان صادق فجنبونا كذبكم، جنبونا هزءكم، جنبونا احتقاركم، جنبونا هذه المواقف الهزيلة. ثم يا إخوان، كانت مطالبكم في الأسبوع الماضي مطالب لا ينكرها دستور ولا قانون ولا مجتمع دولي ولا رئاسة جمهورية ولا برلمان. مطالب سلمية، وحدوية، وطنية. فالمطلوب منكم البقاء على هذا. ابقوا على هذه المطالب، سلميين، وحدويين، وطنيين كما كان أجدادكم. وثقوا أن الأيام ستشهد أن الله سيحقق لكم هذه المطالب، سيحقق لكم هذه المطالب إن عاجلا أم آجلا. المطلوب فقط طول النفس، طول النفس. وأعيد نفصل في مطالبكم لكي تعلم الحكومة. هؤلاء الذين وراء القضبان إذا كانوا كلهم متهمين ومحجوجين فماذا بقي للعراق؟ إذا كان في العراق هذه الآلاف المؤلفة من المجرمين
فمن يصدق هذا؟ نحن لسنا ننكر أن هناك مجرمين، المجرم يأخذ حقه والمتهم بريء حتى تثبت عدالته. وهنا أخاطب البرلمان العراقي، أقول لهم أعضاء البرلمان إن المغالطات لم تعد تخدعنا. يوم العراقية لا تحضر، يوم دولة القانون لا تحضر، يوم الاتحاد الكردستاني لا يحضر، وكأن المسألة لعب على عواطف الجماهير. دعا رئيس البرلمان لجلسة استثنائية يوم الأحد، وإذا بعضو من دولة القانون يقول لا نحضر الاجتماع لأنه